السلام عليكم. مساء الفل يا جماعه. اهلا بيكم في حلقه جديده من اوت دورز بالعربي. انا هحاول ان انا ما اطولش عليكم خالص. انا عايز اشكر كل الناس اللي متابعانا، وشكرا جدا على الاسئله الجميله بتاعتكم، وشكرا على تشجيعكم لينا. وبصراحه انا لما بتوصلني المسجز بتاعتكم انا ببقى مبسوط جدا. و... وانا اتسالت عن البندقيه اللي انا بصطاد بيها، واتشافت معايا كتير. في انواع كتير قوي من البنادق احنا بنستخدمها، الحمد لله احنا عندنا ارشنال صغيره بنقدر نصطاد بيها، بس دي بالذات فيري فيرساتايل. بندقيه رائعه، ان هي مبدئيا حجمها صغير، بتيجي في الباكج الصغيره دي. البراند بتاعتها اسمها راسي. البراند دي 100% ميد ان يو اس اي. براند قديمه، براند كان بيستخدمها الكاوبويز في الليفر اكشن، فهي يعني بندقيه المصنع بتاعها موجود من زمان. ميزه البندقيه دي بالنسبه لي ان هي بندقيه بتيجي بثلاث مواسير. فثلاث مواسير يعني ثلاث طلقات، يعني ثلاث عيارات. ثلاث عيارات يعني انا بيبقى معايا الستوك بتاعها، والستوك بتاعها انا بركب عليه الماسوره بتاعتي في الفيلد وانا في الغابه، على حسب الحيوان اللي انا بصطاده. ليتس سي انا بحاول اصطاد ارنب. شكرا، ادي اول ماسوره ركبت، مفتوحه، حطينا الطلقه، شدينا الزناد، جاهزين. شكرا كده اصطادنا. طيب، حصل انه وانت قاعد بتصطاد دخل عليك بط، وعايز النهارده هناكل بطه او حمام او طائر، ايا كان نوع الطائر. بكل بساطه انا غيرت الماسوره دلوقتي خلاص في ثواني، يعني بص ما بتاخدش ثواني. هوب، بندقيه جاهزه. البندقيه بتاخد خرطوش عيار 20 او بتاخد عيار 22، واحنا هنقارن العيارات دلوقتي، او بتاخد عيار 243. طرقه الخرطوش جواها، ضربنا، فتحت، طلقه الخرطوش نطت، شكرا انت خلصت. تحط الطلقه الثانيه وتدخل بعدها. طب والله وانت قاعد بتصطاد خنازير دخلت عليك، حيوان كبير، دب، بوب كات، غزاله، ديب، ايا كان، في اقل من دقيقه انت جاهز للطلقه الكبيره. دن. الطلقه الكبيره بتاعتها عيار 243 او 243. طلقه اكبر، طلقه تقيله، فلات تراجكتوري، تضرب على مسافه بعيده، تضرب عادي جدا ان انت تظبطها على 50 وتضرب بيها لحد 300 متر. شكرا، الريد دوت بتاعتك بقت جاهزه وانت جاهز ان انت تصطاد. انا حاطط عليها 6 اور روميو، رهيب الريد دوت ده، ومفيش احلى من كده. بندقيه اكستريملي فيرساتايل. هنتكلم على الطلقات اللي احنا بنستخدمها فيها. طبعا في مصر احنا او ميدل ايست عاده معظم الخرطوش اللي احنا بنستخدمه 12، فدي خرطوشه 12 سلاج يعني فيها بليه واحده بس. انا عاده بستخدم السلاج اكتر من اي حاجه تانية، ما بصطادش عصافير كتير. بعدين هنا دي السلاج 20، فانت لما بتحطهم مقارنه ببعض طبعا ال 12 اكبر، ال 20 ارفع، بس هي بالنسبه لي انا الايفكت بتاعها رائع، مش محتاجين قوي 12، انا محتاج حاجه فيرستايل تخلص على طول. دي طلقه ال 22 اللي هي بتاعت السمول فارمنت، زي ما انت شايف البروجكتايل بتاعها صغير، فاحنا هنقارنها بال9 مللي، لان اعتقد ده عيار مشهور جدا جدا في مصر، مفيش حد ما يعرفش 9 مللي. بعدين هنقارنها بعيار البندقيه الالي اللي هو ال 762 في 39، عشان يبان بس الفرق بتاعنا رهيب قد ايه. بعدين هنقارن الطلقه الظريفه جدا، طبعا احنا ادي ده واحد بيركب فيها، وده اتنين بيركب فيها، وده تالت واحد بيركب فيها. ده ال 243 مقارنة بال 762. البروجكتايل بتاعها حجمه أصغر، طلقة أخف، تضرب معاك المسافة طويلة، طلقة فيري أكيوريت، فيري أكيوريت، حتى على الماسورة القصيرة 120 متر، 170 متر، 200 متر، مفيش مشكلة خالص، تقدر ترينج بيها ستيل. من أظرف الأسلحة اللي تبقى معاك لو أنت بتصطاد. مش هتحتاج ان انت تاخد بنادق كتير معاك، هي واحده بس على حسب الترين اللي انت فيه. ودايما دايما دايما لو انت بتاخد بريك اكشن، يعني بتضرب طلقه واحده بس، خلي معاك سايد فايد ارم سيمي اوتوماتيك، عشان لا قدر الله لو حصل حاجه او في موقف في كذا حيوان مفترس دخل عليك في نفس الوقت، مش هتقعد تعمر وتشوف تعمر وتشوف، هتاخد الفاير ارم بتاعك وهتدافع عن نفسك.
شكرا ان انتوا معانا النهارده. يا رب الحلقه السريعه دي تكون عجبتكم. ان شاء الله هنجيب اسلحه اكتر وهنفرجكم حاجات اكتر. ودي اللي انا ضربت بيها الاسبوع اللي فات الكايوت في الليس، ودي اللي انا ضربت بيها برضو الخنزير، وان شاء الله نجيب بيها غزاله كمان لما موسم الغزال يفتح. مساءكم زي الفل. شكرا ان انتوا بتتفرجوا علينا، منورينا في اوت دورز بالعربي.